تعرفت عليه في الفيسبوك. دخل عندي لحسابي وقال لي ممكن ندخل عندك للخاص. دخل عندي للخاص، تعرف عليا شحال عندي في العمر وهذا، تعرفت عليه. قال لي ممكن ناخذ النمره ديال التليفون ديالك، وسولني واش مزوجه ولا لا. قلت له لا. قال لي شوفي الا كان ممكن تعطيني نمره التليفون ديالك، انا راه باغي الحلال، باغي المعقول، ما باغي لا نتفلى لا والو. فعلا عطيته نمره التليفون ديالي. انسان ظريف خلوق. هذا السيد هذا كيعيش في ايطاليا، كبر مني ب7 سنين. ف انسان طيب بزاف. بدينا كنتعرفوا في التليفون نهضروا، عاود لي عرفني على راسو، عرفتو على راسي. السيد خدام، جا صغير لايطاليا من عائله ظريفه، الله يعمر لهم الدار. قال لي شوف انا عجبتيني وبغيت نهبط للمغرب، ودخلتي لي يعني بقاو كيتعرفوا واحد المده، دخلتي لي لخاطري بغيتك، واش ممكن ننزل المغرب ونتلاقاو ونجي عندك للدار، نجيب دارنا ونجي. فالام ديالو كانت كتهبط ديما المغرب في الموا دافريل ماي. نزل معاها وتلاقيت بيه اول مره في سونتر فيل. هضرنا. زاد هذاك الاحساس اللي كنا نحسو وحنا كنهضروا في التليفون، تزاد ملي شفنا بعضياتنا. ظريف مؤدب، كيحترمني بزاف، واحد الاحترام، ويضحكني، كان يضحكني بزاف، وهذا كان كيعجبني بزاف. فجا لدارنا، هضر مع الوالد ديالي، قال له الوالد ديالي قال لي شحال بغيتي تصدق. قال له الوالد ديالي شوف انا صداقي هو تهلا ديال بنتي، تهلا فيها. انا قال لي ما بيعش لك بقره، بغيتي البنيته الله يكمل عليك عليها بالخير، حنا ناس على قد الحال، ما بغيتك تعطيني غير تهلا ديال بنتي. قال لي شوف بنتك في عيني، انت دابا المسؤوليه ديالك تحيدات منك ولات مسؤوليه ديالي. دار لي واحد العرس مخير بزاف، هو اللي بغى يديرو. قالت لا انا بغيت نعرس لمراتي، الراجل هو اللي كيدير العرس. فدار لي عرس معتبر. مشى، هو ما عنده جنسيه ايطاليه، دغيا طلعني. طلعت كنت فرحانه، لقيت داري، لقيت دارهم كيتسناوني، ذبحوا لحولي، يعني واحد الاجواء ما نقولش لكم. كنت اسعد انسانه في الدنيا. لقيت راجل يبغيني ظريف، الله يعمر هذا كل اي حاجه تتمناها اي بنت الناس لقيته فيها، لقيته في هذا السيد هذا. ف واحد النهار، المهم في ديك الدخله فاش جيت انا، كانوا العائله، وكانت واحد بنت خالته اللي لصقت فيا بزاف، حسيت فيها ظريفه حنينه، كتهضر معايا واحد الهضره بشكل. المهم من بعد بدات كتجي عندي، اجي نخرجوا هنا، اجي ندوروا هنا. واحد النهار من بعد تقريبا شي عام وانا كاينه مع الزوج ديالي، قالت لي نقدر نخرجوا. قلتها راجل، قال لي ماشي مشكل، خرجي هذيك بحال اختي. خرجت معاها، تغدينا وكل شيء، وكانت كتضحك معايا. الدريه سيده عاديه، تبغينا نمشيو للدار، تقربنا نخرجوا من غيستو. قالت لي وهي تشد لي يدي تزير ليا عليها، شدت لي يدي وزيرت لي عليها، وهي تقول لي شوفي فلان ديالي وما غنسمح ليه يتزوج بحتى شي وحده. قلت لك انا كيسحب لي كنضحك. قلت لها ويلي كضحكي انا راجلي هذاك ويلي. قالت لها واخا يكون تولي معاه حتى 7 الاولاد، هذاك والله ما يكون شي وحده من غيري، انا اللي غيكمل معايا. وكتشوفي قلت لها عندك كيسحب لك كنضحك معاك ولا شي حاجه. قلت لها كنكرهك، واي لحظه كنشوفك معاه كنزيد نكرهك. قالت لها شوفي، وقالت لي شوفي انا نقدر نقتل على قبله. فانا قالت ما ديتش الهضره ديالها على محمل جد، قلت لها سيري ديري اللي بغيتي. حتى واحد النهار راجلي كيمشي للخدمه عادي كوم دابيتود، وانا كنبقى بالدار هكا نقضي صوالحي، وإلا خصني شي حاجه نمشي نخرج نجيبها. قالت كتدق عليا، كنحل عليها الباب كتدخل. قالت صافي انا نصوب اتاي، صوبت اتاي. يا بخي انا اللي عقل عليه انني شربت اتاي، يا بخي ما كاين والو، ما بقات حتى شي حاجه، ما عقلت على حتى شي حاجه، حتى كنحس بالغوات. حليت عيني، كنلقى راسي ما لابسه والو في لولي، حدايا واحد بنادم كنعرفوش، حتى هو معايا في لولي مغطي. كاينه ممكن خواتاتو، كاينه العائله كامله، كاين هو مسكين وبدا كيغوت، جاتو نوبه ديال صرع، طاح، عيطوا لومبيلونس. مو خواتاتو كيقول لي حشومه عليك، لو وقعت لخونا شي حاجه انت السبب، انت هذا. هي جات نتفاتني، هذيك بنت خالته جات نتفاتها، هي الفاعله هي هذا. المهم جات لومبيلونس، قالت لك انا دايخه ما عقلش على راسي. جات لومبيلونس هزاتو، هزاتني حتى انا، داروا لي تحاليل، كنقول لهم انا راه ما عارفاش،
ما عندي حتى شي حاجه، ما واكله شي حاجه مخدره لا حتى شي حاجه، والو والو غيان. السيد خرج، عيطت ليا، ماشي هو اللي عيط لدارنا، هي عيطت ليا لدارنا وشوهاتني مع دارنا، قالت لي با راني خنتو، راني لقاني مع واحد هذا بقطع معايا. السيد ما بقاش باغي يهضر معايا نهائيا، حتى من الطلاق طلب من المحكمه انه ما يحضرش، كيصيفط شواهد طبيه على انه مريض وما بغاش يطلق معاه وغيتسبب لي ضرر نفسي كبير الا شافها، فمن الاحسن يوقع الطلاق هكا بلا ما يحضر. ففعلا وقع الطلاق. انا مشيت لمدينه اخرى، ما قدرتش نقول ليه، ما عنديش حتى الحق ندافع على راسي ولا نقول له فوالا راني ما درت والو. هو كيتعدى في جهه لانه دار فيا الثقه وبغاني وخنتو، هو خايد. وانا كنحس بالظلم بالحقره، طاح لي واحد البطل كبير، قطعت مع دارنا، با اللي انسان محافظ وهذا قطع معايا، عائلتي قطعت معايا، ما عندي حتى شي بروف بلي انا ما درت والو، انا بريئه من هذا الشيء هذا. دازت مده طويله، دابا دازت 3 سنين من ورا الطلاق. خطبني واحد السيد ما قدرش نتزوج معاه، مازال نبغي داك السيد، راجلي مازال نبغيه بزاف، ما عنديش عليه خبار، تقطع عليا كل شيء وما قدرتش نقلب الصفحه، ما قدرتش. وكنتسنى كل صباح تجيني الخبار باللي ربي خدا لي حقي، كندعي عليها في الصباح وقبل ما الناس، غير كنحل عينيا كندعي عليها، وقبل ما النعس كندعي فيها، كنقول يا ربي خذ ليا منا الحق. هاد السيده هذه القصه ديالها خايبه بزاف، اثرت فيا بزاف صراحه، ومسكينه قالت لي قولي للبنات يردوا البال، سيرتو في العائله ولا في الانتوراج ديال الراجل، الا شي وحده جات سيرتو تحضري مع ما كنعرفوش بعض المرات وحده تكون كتبغي تكون تبغي راجلك ولا بحال هكا مريضه بيه، تقدر دير اي حاجه. هي انا ربي ما غيسهلش عليها، انا قلت لها شوفي والله عمرها ما تطفر، واخا تزوج كاع معها توصل معها تزوج، ما واش ربي غينسى ليها هاد الفعله كامل اللي دارت؟ امبوسيبل. الثقه ما كايناش، ما تثقوش ما تثقوش ما تثقوش ما تثقوش ما تثقوش. و الا تظلمتوا عرفوا باللي غيجي واحد النهار يتخذ فيه الحق، لان الاخت قالت لي فات بزاف، قلت لها شوفي واخا يفوت الظهر كامل، واحد النهار غادي تشوفي وغتشوفي حقك بعينيك وغتقولي ان الله حق. ما عمرك الثقه ديالك بربي سبحانه وتعالى ما تقل، ديما كل صباح قولي يا ربي خذ لي حقي راني ثقه فيك، يا ربي خذ لي حقي راني ثقه فيك، وغيجي واحد النهار وغتسمعيها.